السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل طاجن لسان العصفور بأسهل طريقة. معانا حلة على النار فيها مية بتغلي، نكون مقطعين فيها مقشرين بصل صغير ودوبك ياخد فيها غلوة 5 دقايق. ده هنحطه في وسط الطاجن لسان العصفور، اللي بيحبه يحطه، مش بيحبه خلاص ما يعملوش. البصل اللي بحاله ده اختياري. هنا معانا حلة على النار فيها سمنة على زيت، هننزل عليها ببصلاية متقطعة قطع صغيرة وفلفلاية برضو قطع صغيرة، هنقلبهم نشوحهم. ننزل عليها بفص توم، هنقلبها كويس لحد ما تدبل كده معانا بسيط. هننزل عليها بالبهارات، ملح وفلفل اسمر و7 بهارات وبهارات لحم، تديها طعم حلو اوي البهارات دي. ونشوحها كده معانا، نخلي ريحة البهارات تطلع. وانزل عليها بالبصل اللي احنا كنا سالقينه. السلقة دي للبصل بتخليه لما يستوي معانا ما يبقاش مقرمش ويبقى طعم حلو ومستوي. نكون محضرين معانا عصير طماطم، نحطها عليه ونسيبه على جنب يتسبك. انا هنحمر العصفور عما الطماطم تتسبك. معانا حلة فيها شوية سمنة على زيت، معانا العصفور هننزل عليه ونحمره. هنقلب فيه كويس لحد ما يتحمر ويوصل اللون اللي احنا عايزينه. هنا هو كان وصل معانا اللون اللي احنا عايزينه. هنكون محضرين شوربة او مية، او لو موجود شوربة نحط شوربة، مش موجود شوربة نحط مية عليها معلقة سمنة ونحط عليه او مرقة ماجي. نحط شوية صغيرين نحطهم عليه لحد ما نسويه نص تسوية على النار. هنا بنسويه نص تسوية. نسيب الشوربة عليه لحد ما يتشربها وبعد كده خلاص. هنا هو كان معانا استوى نص تسوية، مش سوا كامل. بوريكوا ان هي مش مستوية، نص تسوية لسه بتقرش معانا اهي عشان يكمل تسويته في الطماطم. هنا هنحط الطاجن، هننزل عليه بلسان العصفور، وننزل عليه بالطماطم اللي احنا سبكناها والخلطة اللي احنا عملناها، ونقلبها ونكون محضرين الفرن على درجة حرارة 200 او 220 على الرف اللي في النص. هنا بنحط شوية مية على على الطماطم، على الخلطة اللي احنا حطيناها، شوية مية صغيرين، ونغطيه بالورق الفويل وندخله الفرن. هنا بعد ما استوى معانا بوريكم قد ايه مفلفل وطعمه حلو جدا. جربوه مش هتندموا على الطريقة دي. ولو وصلتوا معانا لاخر الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، متنسوش بتعليقاتكم عشان توصلوا كل جديد. جربوا الطريقة دي وهتدعولي مش هتندموا. وشكرا.